يجهز إسماعيل وتوفيق هذه الأنابيب لنقل المياه من المحجر المائي إلى بستان العنب لسقايته، فهي السبيل الوحيد لإنقاذ الأشجار المثمرة من الجفاف الذي يضرب البلاد منذ نحو 3 سنوات. كي ربي ديشت الاخرى دوكا الرزق انا صوفينا ربي دوكا رويا لا 20 يوم ولا شهر بنزيدو نسقوها بعد ابري نزيدو نسقوها واحد 20 يوم 25 يوم اخرى نزيدو نسقوها الثانيه وبعد قسم ما يطيب لنا في سبتمبر نبيعوا الرزق تاعنا. انا حوض مائي نحفروه بدراهمنا بكلش هذا نسقيو به الدري كل عام كيف كاين عام يتعمر نسقيو الله يبارك نهار ما يتعمرش تولينا مشكل يانا نكريو بالكوامن يروح لنا الرزق ديالنا. تجميع المياه في حواجز مائية تقليدية بغرض استخدامها في سقاية المساحات الزراعية حل اهتدى إليه فلاحو منطقة بغلية بولاية بومرداس منذ نحو 20 عاما، حيث تجمع مياه الأمطار هنا على مدار 6 أشهر لتستعمل في فصل الصيف كمصدر طبيعي للمياه. هذا عندنا 6 شهور جانفي حتى المواد جويلي لموا فيها الماء يبدا العنب كيما راه ما قبل جويلي نبداو نسقو فيه وتسبتم توجد الريكوندا نبداو نبيعوا الرزق هذا. الاعتماد على الحواجز المائية في سقاية هذه المزارع والبساتين في وقت تشهد فيه عديد المناطق شحا في تساقط الأمطار ونضوبا في مياه الآبار والسدود، ما جعل هؤلاء الفلاحين يرفعون من حجم مردودية الإنتاج وحماية موسمهم الفلاحي. وكان ماشي هذا البرج ما كان والو العنب، الطوناج اللي راه يخرج من ولاية بومرداس من هذا اللي سلكه البرج هذا. فلاحين على 58 ولاية واش كاينين، اللي عنده أرض وعنده مرصو واش يخدم فيه خلي قطعة يحفر فيها براد يسلك منها فوق الحساب، يحفروا عام برك ويعود كل عام يسقي منها، يخسر 70 حتى 100 مليون. التوجه نحو تعميم تجربة استغلال مياه الحواجز المائية في سقاية المزارع والحقول لحمايتها من آثار الجفاف قد تكون الحل الأقرب للتجسيد بحسب الخبراء، في انتظار استكمال عمليات امتلاء السدود وحفر آبار جديدة. سقوط الأمطار الرعدية بغزارة، يعني هذه المياه عوضا أن تنسحب إلى أو تتوجه إلى البحر أو الرمال، يعني من المفروض كان من الواجب على كافة يعني المعنيين بالأمر وخاصة الفلاحين إنجاز مثل هذه الحواجز التي نحن بأمس الحاجة إليها لتلبية حاجية الزراعة نتاعنا من المياه. وتشهد الجزائر التي تتوسط منطقة شمال إفريقيا موجة جفاف هي الأشد منذ عقود، جفاف دفع بالحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية للتخفيف من وطأتها.